شغل في المطبخ. راح افرجيكم شوية مشتريات، عملت شوية شوبينج وشوية اغراض. ما راح افرجيكم الخضار والفواكه، فكلكم يعني بتشتروها، بس بدي افرجيكم شغلات يعني هيك مميزة. انا بحب اشتري هذا بني العميد من محل اسمه بيتس فريش ماركت. الباكيت ب7 دولار. تعرفوا اني هسه تفاجأت بالسعر، ما كان 7 دولارات، كان 4 دولارات ونص. يلا راحت علي. اشتريته. بعدين بحب اشتري هذا الكيك، يعني بجيب منه البيتي كراكرز، عدة انواع. كل ما هيك نكون قاعدين مش عارفين شو بدنا نسوي، عملنا كيكة. بعدين الشغلات التانية بدي افرجيكم اياها من ذا بادي شوب. بادي شوب معروف، هو غالي بس الصراحة يعني شغلته حلوة كتير. هذا بادي واش على برتقان، بس ريحته بتجنن، وبقعد فترة. يعني شوفوا قديش العلبة ضخمة. بقعد فترة، يمكن يقعد عندي شهرين أو أكتر. يا هذا بادي واش. الإشي التاني بحب يعني استعمله من هي، شوف العلبة مكتوب عليها هون ده بادي شوب. آه، اللوشن اللي بحب استعمله، البادي باتر اللي بحب استعملها لجسمي الايديا، من ده بادي شوب. شوفوا والله ملهاش كم يوم عندي، شوفوا شو صرت عامل فيها. رايحة جاية، رايحة جاية بحط، رايحة جاية بحط، ريحتها بتجنن. شوف انا بحب استعمل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الشغلات هاي على اللوشن، المست، هذا على ورود. لكن سبحان الله هاي على ريحتها على برتقان، بس طلعت فظيعة حلوة كتير. وكمان هذا على برتقان. النوع الشامبو والكونديشنر اللي بحب استعمله هذا النوع. شوف هذا بحب استعمله لشعري. بحس هذا الشامبو، هذا الكونديشنر، بحس انه نوعه كتير ممتاز. مرات ما بكونش عندي البادي واش طبعا تبع البادي شوب، بستعمل انواع عادية، مثلا زي هاد يعني على رمان، برضه حلوين. كمان من بادي شوب بحب الليفة. شوفي هي ماسكة خشنة، موجود لي في كل المحلات، بس ليفة ذا بادي شوب. شوفي هيك زي البلاستيك تقيلة، يعني لما تدعكي يعني بتنظف. بتقيم الجلد. بتقيم الجلد وبتنظفيه على المظبوط. يلا خلينا ندخل على المطبخ ونشوف شو بدنا نسوي اليوم. عندي كمية ليمون منيحة، أنا بحب أشرب ليمون كل يوم، مش هاي بس في الثلاجة. أنا بحب أشرب ليمون كل يوم، فبتكاسل إني أعصر كل يوم. فشو بعمل؟ بعصر لي كم حبة وبحطهم في هاي المكعبات وبحطهم بالفريزر. كل يوم بطول مكعب وبحطه بالكاسة وبشربه. شوفوا أحيانا بتكون عندك الليمونة يابسة، فاعمليها هيك بتطرى، وبعدين اعصريها شوي. يعني حطيتهم في الهذا، رح احطهم بالفريزر وبس يجمدوا بصير كل يوم اطلع لي مكعب واحطه في كاسه واشربه. هيك اسهل لي، لاني مرات بتكاسل اني اعصر. لازم كل مره اجيب فيها البندوره لازم افرز لي طبخه او طبختين. اتعودتوا علي. بحط شويه ملح. جربيها هاي الطريقة، يعني أكتر من رائعة، أكتر من رائعة. يعني تعملي البامية، تعملي الفاصوليا، حتى المكرونة. هاي شوية سكر بتعطي طعم هاي الصلصة فظيعة فظيعة فظيعة. زيت زيتون، لازم أحط لي معلقة توماتو باستا. أحط لي معلقة بس عشان اللون، لأنه شوفوا إحنا عنا البندورة ما بتكون لونها أحمر أحمر، دايما لونها فاتح. ما بطعموها هرمونات. بحط شوية بابريكا كمان عشان الطعم واللون.
وبحط اذا في عندي شمندر، انا عندي هون شمندر بالفريزر، بحط البابريكا والشمندر، هذول مش اساسيات عندي. المهم الاساسي عندي الملح والسكر وزيت وزيتون، بحطهم على النار يغلوا غلوتين، بعدين بغطيه على الاخر حتى البندوره عندي تنهرس، وبعدين بعملها في البلندر وبحطها بالفريزر. كميه جزر كبيره، فمش خايف يعني تروح خسارة. فراح أقشر إشي وأحطه بالمية عشان الأولاد ياكلوه، والجزء الثاني راح شو أعمل فيه، أفرزه. راح أقشر بيخسف، فقلت خليني اعمل لي كاسة شاي اروق عليها. شوفوا هذا الشاي نوعه لذيذ لذيذ لذيذ. انا كنت اجيبه من بيتس فريش ماركت، لكن سبحان الله فجأة انقطع، فطلبت المرة هاي من امازون. ريحته الله بتجنن. هاي الباكيت بطولة هيك بحطه بالهذا. فبدي اشرب لي كاسة اللي اروق. ده حطيت معلقة سمنة بلدي، راح احط اللحمة. بدي اعمل بامية، البصل والثوم، حطيت ثومة كمان، راح احط بندورة، راح احط جزر، احطهم شوي كده، بعدين احط عليهم مي واتركهم حتى تستوي اللحمه. والباميه بحطها بالاخر، لان الباميه ما انتم عارفين بتكون مستويه، خاصه اني انا جايبها بكيتات يعني مش فريش. كل الجزرات هذا راح اخليه للاكل، وهذا المجموعه راح احطها للتفريز. اشي راح ابشره، واشي راح اقطعه سلايسات على حسب ما انا شو بدي استعمل. راح شوفوا اطلع القشر اللي انا قشرته، هاد كله بستعمله انا زي دايما، بحطه في هيك عشان استعمله سماد، وبخليه. انا هون بزرع، يعني بدي اكبر المسافة. شوفوا احنا المشكلة عندنا في الزراعة انه شوفوا الحشيش ومسافة الحشيش قديش كبيرة، يعني مساحة كبيرة يعني مزرعة، بس صعب ان نزرعها كلها، لان عندنا الحشيش بينمو بسرعة رهيبة، فبنضطر انه نخفف، نقلل من مساحة الزرع عشان ما يتعبنا. بس الحمد لله يعني انا الي سنين طويلة بزرع، يعني ان شاء الله هاي زي كل سنة، الله لا يقطع عنا عادة يا رب. بحط، لان انا بستهلك خضرة كتير، فبحطها هون وبستعملها سماد. على خير يا رب، ان شاء الله على خير ان شاء الله. بعد رمضان هذا كله رح يصير. حطيت على البندوره صلصه على البندوره، حطيت على الباميه صلصه البندوره، وحطيت البهارات طبعا، الملح والفلفل الاسود والكزبره والكمون. راح اخليهم يغلوا ربع ساعه او 20 دقيقه هيك، وبعدين اطفي تحتيه وافلفل الرز.